السلام عليكم متابعيني الكرام، شايفين الجمال الحلاوة؟ لا تقولي لي بقى ليمونجيني ولا برانش. تعالى اوريكي مخبوزات 10/10 صحية مليون في المية. هنجيب كيلو دقيق، هننخله، وبعدين هنجيب كوباية، هنحط فيها كوباية مياه دافية، هننزل عليهم بكيسين من الخميرة الفورية، وبعد كده هنحط معلقتين من السكر عشان نخلي الخميرة تتفاعل ونركنها على جنب. نيجي بقى نمسك المواد السائلة، نص كوباية زيت على سمنة، ما ينفعش سمنة لوحدها ولا زيت لوحده. تمام. هنجيب بيضتين، هناخد بيضاية كاملة، هنوفر هنا يا جماعة، والبيضاية التانية هناخد منها البياض بس، والصفار هنخليه معانا للآخر، وافتكروا ان احنا شايلين صفار. وبعد كده كوباية زبادي. المخبوزات لما بيتحط لها زبادي بتبقى جميلة جدا جدا. هننزل بقى بمعلقة من اللبن البودر، معلقة من البيكنج باودر، وهننزل كمان برشة ملح معلقة صغيرة، وكمان معلقة من الخل عشان البيض بتاعنا، وهنقلب. وبعد كده هننزل بالخميرة بعد ما اتفعلت، قعدت قد ايه واتفعلت؟ هي 10 دقايق بالكتير. قلبنا خلصنا، هنقوم نازلين بالكيلو الدقيق المنخول. وزي ما حضرتك عارفة وشاطرة ان الدقيق ده حسب انواع، يعني في دقيق بيشرب سوائل كتير وفي دقيق وسط، حسب بقى ايه اللي انت بتشتغلي بيه. دي كوبايه الميه التانية، الاولى كانت في الخميره، والتانية حطيناها دلوقتي على الدقيق بعد ما نزلنا بيه. وواحده واحده كده هنبتدي نلم عشان هنعجن. نزلنا بشويه ميه تانيين، وهتبتدي ام محمد بقى بتلم العجينه معاكي كده. احنا هنزود ميه لحد لما نظبطها، وبعد كده هنقعد نعجن لمده 10 دقايق. خلاص كده خدت كوبايه الميه التالتة، لمت العجينة، هي مش شايفاها محتاجة مية تاني، وهتقعد تعجنها لمدة 10 دقايق. لو انت عندك البروسيسور او العجان بتاعك مش هيكمل معاكي 5 دقايق. في وسط العجينة كده يا ست الكل حطي معلقة من الزبدة الصفراء في وسط العجينة، وهتبتدي تعجني بالمنظر ده كده، وهنحطها في طبق، وهنخليها تخمر لمدة ساعة. الجو سقع، الحر دلوقتي خلاص، كل سنة وانتم طيبين. هندخلها في الفرن لمدة ساعة 9، طبعا الفرن مقفول يا جماعة. طيب احنا الحشوات بتاعتنا ايه؟ جبنة رومي، ما اللي هي المبشورة ديت، شوية لانشون مع حتة جبنة بيضة، مكسناهم مع بعض، وده الخليط بتاعنا. بعد ساعة طلعنا العجينة منتفخة هشة جميلة جدا، لميناها بايدينا، وهنبتدي ناخد قطعة زي ما انت شايفة كده، ونشكلها التشكيل اللي انت هتشوفيه ده، اللي هو على هيئة البرانش او المونجيني، او اللي هو مثلا الباتيه. وخدنا معلقة من اللانشون على الجبنة الرومي على الجبنة البيضاء، وبالطريقة كده تلفيها بالراحة واحدة واحدة، وتقفلي الجناب، وتبتدي تعمليها شكل اسطواني زي ما انت شايفة كده. سهلة، جميلة جدا. عايز اقولك بقى في العشاء والفطار وسندوتشات المدارس في اللانش بوكس، حاجة خيال علمي. صاج مدهون سمنة، وهتبتدي ترص بالمنظر ده، وهنسيبها تخمر لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق خميرة هنعمل ايه بقى؟ هنرش عليهم هندهنها. فاكرين بياض البيضة اهو؟ فاكرينه؟ خدنا احنا بقى الصفارة، كانت فايدة معانا مع شوية لبن مع رشة الفانيليا، وبعدين دهنا الوش. يبقى صفار البيضه ما رميناهوش، اللي احنا ركناه على جنب ده عملنا بيه الوش، ورشينا بقى شويه سمسم، وكمان كان في عندنا حبه البركه. يعني الاتنين لما دخلوا مع بعض كده عملوا جرنش جميل جدا. دي المخبوزات بتاعتنا النهارده يا جماعه. طيب هتقعد على النار قد ايه؟ هتولعي الفرن بتاعك، الشوايه والفرن يسخن قوي، هتحط في الرف الاوسط. طب انا ما عنديش شوايه، يبقى هتسخني الفرن كويس جدا، وفي الرف الاوسط قعدت تقريبا ربع ساعه. تلعب بالمنظر ده. مخبوزات اول ما بتطلع بنرشها ميه، وبعدين نغطيها، وبالهنا والشفا، احلى مخبوزات تاكليها على الاطلاق.